قبل ما تبدوا وتشاهدوا الفيديو صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. واليوم رح نطبخ أطيب طبخة سبانخ، عن جد طريقة ممتازة وناجحة 100%، والطعم كتير بتطلع طيبة. وهون أنا بدي أروح أغسل السبانخ. هيك بعد ما غسلت السبانخ رح ورجيكم طريقة الفرن كيف. صبايا لا تنسوا تحطولي تعليق حلو واعجاب واشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد ووصفاتي وطبخاتي الطيبة. رح نزل لكم كل شي بطبخه، عن جد طبخاتي ولا اطيب من هيك. الوصفات ناجحة 100%. وهيك انا بدي ورجيكم كيف رح افرمه. بتمنى منكم تشتركوا بقناتي وتحطولي تعليق حلو ولايك، تعجبولي بالفيديو فضلا وليس امرا. اكتبوا لنا بنات تحت بالتعليق شو طبختوا انتو اليوم. عن جد وصفة السبانخ ناجحة 100%. بتمنى منكم تشاهدوا الفيديو للآخر. هون بعد ما فرمت السبانخ بحط ربع الطنجرة مي، طبعا لأنه السبانخ لما بينسلق بيصير فيه مي كتير، ما رح نكتر مي لأنه هو بيصير فيه مي. هيك بعد ما سلقت السبانخ هون رح أفضيه بالمصفاي. بدي استنى عليه شوي يبرد مشان صفي، بدي أعصره بعدين. هون هيك أنا عم فضي السبانخ على المصفاي طبعا مشان يصير جاهز عنا ويبرد. لبين ما يبرد السبانخ بدي اجهز الرز. بسوي جنب السبانخ رز. انا هون عندي 3 كاسات رز، وعندي مي فاترة مو مغلية كتير، مي دافية يعني، ومعلقة ملح. بدي استنى الرز انقعه شغلة نص ساعة بالمي لحتى دق الثوم وساوي السبانخ حطه على الغاز. هون انا عندي شغلة راس ثوم وسط، بعد ما هرستهم يعني دقيتهم حطيت لهم شوية ملح. هون انا عندي حميت الزيت، طبعا زيت زيتون، حطيت الملح وبدي احط معلقتين من الكزبرة. وهيك بعد ما حطيت الكزبرة بدي حمص الثوم على الغاز شغل 2-3 مو اكتر لحتى ما نحرق الثوم. هون انا عندي صحن لحمة، بدي احط اللحمة، طبعا لحمة غنم بدي احط السبانخ. عن جد تساوي طعم السبانخ كتير طيب، بنصحكم تجربوه كتير بيطلع طيب. هون انا بعد ما عصرت السبانخ وهيك بدي هوسهم. وفي عندي هون معلقة ملح، معلقة بهار، رش فليفلة. وهون انا عندي بعد ما حطيت السبانخ على الغاز لحتى اهوسه بدي هون جاهز الرز لحتى يستوي عنا السبانخ. حطيت هون شوية زيت، شغلة نص كاسة زيت. بعد ما حمينا الزيت بدي احط عليهم الشعيرية. وهون هيك بعد ما صار عنا الشعيرية جاهزة بدي احط هون ظرفين من الماجي مرقة الدجاج، ظرفين منهم بدي احطهم على الرز. وبدي احط هون رشة ملح كمان، شي بسيط طبعا لانه الماجي فيه ملح، ما بدي كتر ملح، تقريبا نص معلقة ملح، معلقة الاكل. وهون هيك بعد ما صارت عن الشعيرية جاهزة بدي افضي عليهم الرز اللي حطيت له ماجي والملح. وهيك بدي هوس عليهم على الغاز شغلة 2-3 مو اكتر، لانه نحن نقعنا الرز. كل كاسة رز بدي احط لهم كاستين مي مغلية. وهون بعد ما حطيت المي بدي اغطي على الرز وحطه على الغاز لمدة تقريبا 3/4 ساعة بالاكتر، يعني حسب انتو بتشوفوا كيف استوى. متوطوا على الغاز. وهون بعد ما استوى عنا الاكل حطيت فليفلة رش للسبانخ بيعطي طعمة طيبة. هون عنا الرز استوى. هون في لفت وفجل وليمون. كل مين بده طريقة اللفت يكتب لي بالتعليقات ويشترك بقناتي ويعجب بالفيديو.